الحمد لله رب العالمين. أحمدك وأستغفرك وأتوب إليك. نسألك يا الله أن تجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأن تجعلنا مع العلم وفي العلم وفي طلب العلم يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيد العلماء وإمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله موضوعنا اليوم مع حضراتكم في هذا الشهر الكريم حول طلب العلم. وطلب العلم فرض عين على كل مسلم أن يتعلم وأن يعلم. العلم هنا المقصود به علم الدين وعلم الدنيا إن كان يصب في مصلحة الدين. بمعنى علم الدين معروفة الكتاب والسنة، نأخذ كل ما يخص أمورنا وحياتنا من الكتاب ومن السنة. ومن مشايخنا أهل العلم الذين شرحوا الكتاب والسنة شرحا صحيحا واضحا كالأئمة الأربعة وسلفنا الصالح رحمة الله عليهم. علم الدنيا أيضا مطلوب، ولكن إخلاص النية أن أعلم بهذا العلم أهل الإسلام والمسلمين، وأن يكون هذا العلم سلاحا للإسلام ولنصرة الإسلام ولتقوية المسلمين. يبقى أنا لما أتعلم وأصير وأصبح معلم أستاذ أعلم أولادنا وشبابنا شباب الإسلام والمسلمين كل شيء. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة بدر لما أسر من قريش الأسرى الفدية، رغم أن الغزوة أصلا سببها أن اعتراض قافلة لقريش، يعني كان سبب الغزوة سبب مادي كما يقول الناس. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لاعتراض قافلة قريش لتعويض أموالهم المنهوبة في مكة. لكن لما المعركة انتهت ونصر الله عبده وأعز جنده كان فداء الأسرى ليس مال، رغم أنهم في حاجة إلى المال. كان على كل أسير من قريش ليس معه مال أن يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة. هذا أمر دنيوي ولكن يصب في مصلحة الدين. أنا لما أتعلم أقرأ وأتعلم وأعرف ما لي وما علي وأعرف أدير حياتي. كذلك الطبيب والطبيبة، لا أقول الطبيب فقط ولكن الطبيب والطبيبة. الإسلام لا يفرق في هذا الشأن بين رجل وامرأة، الكل مطالب بالعلم، الكل مطالب بالعلم. الصحابيات رضوان الله عليهن كن يخرجن في المعركة يضمدن الجرحى ويسقين العطشى، وكنا يذهبن إلى أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أم المؤمنين ليتعلموا منها أمور الدين. يبقى لما أكون عندي طبيب مسلم يعالج المريض المسلم وغير المسلم، وكذلك نحن في حاجة إلى طبيبة مسلمة تكشف جسد أختها المسلمة. يبقى العلم الديني والدنيوي كله يصب في مصلحة الدين.
القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.